مساء الخير، ربي يسعد لي اوقاتكم. ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. قرب العيد وحبينا نعمل المعمول وننزل الطريقة على القناة وتستفادوا منا مثل ما نحن عم نستفاد. بدي اعمل انا المعمول بجوز والفستق الحلبي، وبدي اعمل التمر. بدي اعمله بالنسلة. اول شي بدي احضر الحشوات. عندي هون نص كيلو فستق حلبي، وعندي نص كيلو جوز، وهي نص كيلو جوز. انا نقيتهم كتير منيح ونظفتهم. هلا نبلش يا نفرمون، واللي ما عنده طحانة يفرمها على ايده ناعمة، واللي عنده طحانة خضرة يطحنها على المكسر. على طحانة الطعام هاي كمان بمشي حالها. هلا هيك بعد ما طحنا الفستق والجوز منبلش منحط عليهم شوية قرفة ماء زهر. وهلأ هيك بعد ما فرمنا الفستق والجوز، وعندي هون نص كيلو تمر، بنحط عليهم معلقة سمنة على التمر مشان ندعكة تطرى معنا. هون تبع الجوز بنحط لها معلقة سكر بودرة، نحط لها قرفة وحسب رغبة، إذا ما بحب القرفة لا يحط لها. وبنحط على التمر كمان قرفة وحب بالهال حسب الرغبة. إذا ما بتحبوها كمان لا تحطوها، تاخدوا طعمة طيبة كتير. وعلى الفستق الحلبي بنحط شوي ماء الزهر أو ماء الورد، بنحط قطر طبعا حسب الكمية الفستق، يعني مشان ندعك الفستق أرجع أكور الفستق تكور معي كرات منيحة. نحط هون تبع الجوز كمان شوية قطر، وكمان سكر شوي، معلقة سمنة، هلا نبلش ندعك فيهم لبين ما ناخد وهلا هيك خلصنا الفستق. بدي اياها تكون معي تتماسك هيك. منعيفها بالبراد ساعة وبعدين منكورها. هلا منبلش بحشوة الفستق الجوز، نرجع ندعكه. وهلا هيك خلصنا تبع الجوز كمان منعيفها ترتاح بعدين منكورها. هلا منبلش تبع العجوة، منطريها كتير منيح. وهلا طرينا هي كمان كتير منيح. هلا هون انا عندي السمنة، انا بدي استخدم هالسمنة كتير كتير طيبة، يعني نصيحة جربوها وما فيها شي، حلال يعني كتير طيبة. وعندي هون نسلة. على كل كيلو بدي 250 جرام من نسلة. على كل كيلو طحين 250 جرام سمن نسلة، ونص كيلو سمنة. هالعلبة بتجي نص كيلو سمنة. رح افضي هلا اول كيلو، يعني انا بدي اعمل كيلوين. هاي الثاني. واللي بحب يحط له محلب وبيحط له شي يحط له، انا ما بحط له شي مشان تضل طعمة السمنة فيها، نكهة السمنة تكون موجودة فيها. هلا بعد ما حطيت السمنة بحط النسلة. هلا بنبلش نخلطهم كلهم مع بعض لين ما تتماسك عندي العجينة. هلا هيك بعد ما
حركنا النسلة والسمنة مع بعض بنعيفهم. بدكم تعيفوها ليلة كاملة، بدكم تعيفوها 4 ساعات، بدكم تحطوها إذا الجو عندكم دافي بتحطوها بالبراد، إذا الجو برودة عيفوها برا. وبعدين تاني يوم بنشوف كيف بدنا. هلا هيك بعد ما عرفنا العجينة ترتاح يوم كامل، هلا بنرجع بنعجنها لناخد عجينة متماسكة، ما بدها مي ما بدها اي شي، لانه نحن حطينا لها نسلة. بنعجنها لبين ما تتماسك عندي العجينة، وبعدين نشتغل فيها. ما بدها شي، يعني 10 دقايق على عجنة تاخدوا عجينة طرية كتير منيح. هلا هون بعد ما طريت العجينة، شوفوا عجينتي كيف صارت، بدي اياها تكون هيك طرية. هلا بنشتغل فيها. هلا هيك كورت التمر كلهم والفستق والجوز، وهذا الجوز والفستق كورته حسب القالب. هلا هيك بعد ما حشيناها وكورناها بنبلش بنرص عليها بالقالب. عملت هالشكل هلا، والمعمول بغير موديل والتاني بنعمله بغير شكل. هلا هيك بعد ما خلصناهم شغلنا الفرن على درجة حرارة 220 230 240 حسب الفرن اللي عندكم شلون بحمامهم. الحرارة تكون عالية ما تكون كتير واطية مشان الرسمة ما تروح. وبنحطها بالفرن، بنحمي الفرن قبل بوقت وبنحطها بالفرن. هلا هيك بعد ما طالعناها من الفرن، انا محمية شوية زيت مدوبته، يعني مو يعني مدوبته بالميكرويف او وين ما بدكم تدوبوه. بنجيب فرشاة ونبلش قلت المعمول ونحن اول ما طالعناه من الفرن. بهالشكل شوفوا عنا طلع لونه بجنن. وتكون انتو تكشفوا اللون اكتر، بدكم تغمقوا اللون اكتر، هي رغبة شخصية. وهلأ هيك خلصنا المعمولات. ان شاء الله كل عام وانتو بخير. عن جد طريقة كتير سهلة وطيبة، وراح تدعوا لي اللي راح يشتغل هالمعمولات على طريقتي.